بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رأيكم في طبق الكبدة بالردة والمكرونة وشوية المخللات ولا البطاطس المحمرة الجميلة دي؟ ايه رأيكم؟ يلا بينا. سامعين؟ هنخش على مطبخ حبيبي وماما على اليوتيوب، مطبخ حبيبي وماما على الفيس. شوف احلى مكرونه واجمل مكرونه مع الكبده بالرده زي المحلات بالظبط. عملناها ايه بالتكات والحركات. يلا بينا نخش على المطبخ، يلا بينا حبايبي الحلوين. مساء الهنا، مساء السعاده، مساء كل حاجه حلوه عليكم. تعالوا بقى بصوا هنعمل ايه النهارده. دي هنا فلفل وقوطه وخضره. مش هعمل سلطه، لا هقطعها كده طرنشات وهنعملها طرنشات. والخضره هنعملها على تحت الكبده. ماشي. هنا بسم الله ما شاء الله معانا هنا الرد. اول حاجه انا جبت نص كيلو كبده دي برازيلي. ماشي. حط عليها حته تومه، حطيت شويه كزبره، شويه من السبع بهارات وشويه ملح، وغسلاها بالليمون وبالخل. ماشي. بس احنا هنا اهو حطينا شويه رده ونقلبها كلها في الرده مره واحده. والرده هنحط عليها شويه دقيق عشان تمسكها تبقى حلوه كده وجميله. اهو بصوا ايه رايكم؟ بصوا الجمال. ادي الدقيق، وهحط عليها كمان شويه كزبره وشويه من السبع بهارات. نحطها مع بعض. هنقدمها كده؟ لا مش هنقدمها كده. جبت لنا العيش، تسلم ايديك. اما حسن جاب لنا عيش جميل اهو لسه جاي. بصوا العيش حلو ازاي. تسلم ايدك، تسلم ايدك، تسلم ايدك، تسلم ايدك، ربنا يخليك يا رب. بصوا حبايبي، تبلي اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. تبلي اللي هي الرده بالدقيق، تبليها. حطينا شويه من السبع بهارات وشويه كزبره. بتتبلي الحاجات دي بتيجي تاكلي اي حاجه، حتى لو هتتبلي بانيه وتتبلي الخلطه بتاعته بتيجي تاكل اي شيء، بتبقى الدنيا طعمها حلو وجميل كده. اهو معانا باخدها بقى كلها كده. ماشي بالمنظر ده. ماشي. بس شايفين؟ ايه رايكم؟ تتبل بقى كلها كده مره واحده يا جماعه. وبعد كده اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. صلوا على النبي كده يا جماعه. اهي نتبلها كده زي بتوع المحلات. الزيت يتقدح روحي على طول تحطيها بس. ماشي. تعالوا بقى قصاد النار ونشوف واحنا بنعملها. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا هنا حطيت الزيت علشان يتقدح كويس. انا كنت سلقه مكرونه دلوقتي اهي، شايفينها سلقه مكرونه خواتم اهي. هحطها جنبها وعامله اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. عامله بصوا دلوقتي ايه دي؟ صلصه. حته تومه في شويه زيت، اتحمرت شويه ما تتحمرش قوي، وبتشربها بقلب الطماطم وتتسبك اهي براحتها. ايه رايكم؟ الزيت يتقدح بقى وشوف هنعمل ايه دلوقتي. خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي، انا بقى قلت ايه، مقطع حتتين بطاطس. بصوا بطاطس دي جايباها ب 12 جنيه النهارده تحمير. بصوا قلت احمر ايه طبق بطاطس كده جنبيها. انا لما بحمر بطاطس، نحمر فراخ، نحمر بانيه، نحمر سمك، نحمر اي حاجه، ساعات بنسى. بس هو المفروض تطلعيه في مصفى. اما بتطلعيه في مصفى الحاجه بتبقى مقرمشه وجميله كده. بنحمر البطاطس تطلع نحمر وراها على طول كده. ماشي. خليكم معايا. بصوا حبايبي بقى حمرنا البطاطس وخلاص. نيجي بقى للكبده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اهو شايفين اهو بالمنظر ده كده. تكوني يعني ايه عاملاها كلها في الرده، ما تستنيش تعملي واحده على طول. وهنيجي كده بص ادي اهو زي ما انتم شايفين عشان تطلع زي بتاعه المحلات. اشفيكي يا ام ياسمين يا اختي يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. قالت لي اعمليها كده. انا كنت بستنى واتبل واحده واحده يا جماعه، فاهميني؟ بس انما هي بقى ربنا يشفيها ويعافيها قالت لي تبليهم كلهم مره واحده يا عبير في الرده زي ما تبلنا كده اهو. ماشي. بصوا قالت لي تقليبه والثانيه اهي. بصوا تطلع زي بتاعه المحلات اهو. بصوا اهو، بصوا تطلع كده على طول. شايفين المنظر ده اهي؟
كبده كده على طول اهي زي ما انتم شايفين كده. بس اكمل بقى سواها وهغرف الكبده ونغرف المكرونه واغرف كل حاجه وهوريها لكم. ماشي يا حبايبي، يبقى نحمر زي ما قلت لكم اهي المنظر ده كده، تقليبه تتحط كده ثواني وعلى طول الناحيه الثانيه ثانيه وتتقلب على طول. شايفينها هنا بصوا طالعه زي بتاعه المحلات ازاي جميله وحلوه كده بقى، بتبقى جميله قوي، ولا تبقى ناشفه ولا تسود منك ولا يجرى لها اي حاجه، اكني جايباها من المحل بالظبط. اكمل واغرف وارجع لكم تاني. حبايب قلبي ايه رايكم بقى في الاكله الحلوه الجميله؟ بصوا حمرت طبق بطاطس حلو شايفين اهو، هاتوه جنب هنا اهو اهو البطاطس، وادي المكرونه وادي السلطه وادي الحاجات الحلوه والكبده بالرده. ايه رايكم؟ يا رب ان شاء الله تكون اكلتي سهله وبسيطه وعجبتكم وتكون حاجه بسيطه، وان شاء الله ان شاء الله كده نشوفكم في الهنا وفي السعاده ونشوفكم كل جديد. واقول لكم تحياتي مطبخ عبير وماما على اليوتيوب ومطبخ عبير وماما على الفيس، واشوفكم في احلى الاوقات وسنه سعيده عليكم بالخير والهنا، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.